السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إكرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان وائل لوفي وعادل احتواء وميدو جامايكا. طبعا من كام يوم أحمد حسام ميدو طلع على قناة SSC السعودية، وطلع كان أضحوكة للاستوديو التحليلي في السعودية، في القناة السعودية. طلع قال ان انا بنصح الاتحاد، لان هو في طريق الاهلي، ان هم يبداوا من دلوقتي يقروا قران، لان هيحصل لهم حاجات غريبه. هتلاقي لعيبه بتتكسر، هتلاقي حاجات احنا حتى بالنسبه لنا احنا في نهائي القرن قبل المباراه على طول حصل لنا 2 بوزيتيف كورونا. اهم 2 عندنا اللي هم عبد الله جمعه والونش. طبعا يعني بعيد عن زي ما قلنا ان الاعلام السعودي كله رد علينا، حتى في الاستوديو نفسه محمد نور، مش عايزين نقول نظره الاحتقار يعني اللي بص له بيها، والنظره اللي بص له يعني نظره محمد نور ليه كانت عامله ازاي. لكن حتى الاعلام السعودي نفسه كله استاء جدا من اللي قاله. كلهم قال ان الحاجات دي مش عندنا، يعني ان انت السحر والشعوذه والحاجات دي ما ينفعش تبقى موجوده في الرياضه يعني. آه، طبعا كان مزايدة رخيصة جدا يعني عشان خاطر الاتحاد، وللأسف كعادة الزملكاوية ان هو اكذب اكذب لغاية لما الناس تصدقك، او يعني ابسط حاجة ان مثلا الفيديو ده هيتنشر بعد كده محدش رد عليه فيبقى الكلام بتاعه صح، مع الوقت الناس هيشوفوه يبقى كلامه مظبوط يعني. فالكذب بتاع الزملكاوية الدائم يعني ان هو زي ما يعني بداية ان هو حكاية السحر ده هو نفسه طلع قبل كده في التلفزيون مع عمرو أديب مرة، ومع سيف زاهر مرة في مداخلة مع سيف زاهر. وفي المرتين بيقول نفس الكلام، يعني بيقول ان احنا ان مرتضى منصور كان بيجيب ساحر وقال له ما تلعبش كهربا وما تلعبش اوباما عشان خاطر في اول كهربا وباسم مرسي. كهربا وباسم مرسي عشان عليهم سحر لسه هيتفك، عمل هيتفك، فما تلعبهمش. وقال قبل كده ان هو كان في مباريات الزمالك كان بيبقى موجود في كل المباراه في في الباص بتاع اللعيبه في كل المباريات كان بيبقى موجود ساحر بياخد 7000 جنيه في المباراه. ده الكلام ده اللي قايله ميدو نفسه على الزمالك. فطبعا ده قصه السحر. القصه الثانيه قصه حكايه الكذب بقى، لما بيقول مثلا ان احنا في مباراه نادي القرن، في مباراه نهائي القرن كان غايب عننا 2 من اهم 2 عندنا، الونش وعبد الله جمعه. ما اعرفش امتى كان عبد الله جمعه مهم في اي حته، يمكن كان شويه في المصري ليه اهميه، بعض الاهميه، لكن عمره ما كان مهم. كان حتى في المصري ما كانش هو اهم لاعب يعني، لكن من اللعيبه اللي كانت مهمه. لكن عمره ما كان مهم في الزمالك عبد الله جمعه. لكن يعني كمان الكذب الاكتر ان الاهلي كان في يعني هم مش بس 2 اللي كانوا غايبين في الزمالك، هم كانوا غايبين 3 اللي كان معاهم اوباما. لكن على الجانب الثاني كان في 3 من الاهلي غايبين، اللي هم كانوا اليو ديانج اللي هو كان احسن لاعب خط وسط في الوقت دوت وحتى الان يعني في افريقيا، ووليد سليمان اللي كان افضل لاعب في الاهلي في الوقت ده، وصالح جمعه. دول اللي غايبين في الاهلي. فغيابات الاهلي كانت مؤثره، يعني انت عندك ديانج وعندك وليد سلمان. في الناحيه الثانيه كان الزمالك الغياب اللي عنده المؤثر كان هو الونش الوحيد المؤثر عنده. ده عن ميدو طبعا اللي يكفي رد الاعلام السعودي عليه. اما بالنسبه للزمالك طبعا ومباراه الزمالك والمقاولين، فبقيت يعني العنوان اللي هو وائل لوفي. يعني احنا مباراة الزمالك والمقاولين بعد المباراة طبعا انتهت 1-1 بهدف قاتل لأحمد علاء في الدقيقة السابعة من الوقت الضايع. هدف أصاب الزملكاوية بالجنون، يعني احنا شفنا ناس بتطلب إعادة المباراة ما اعرفش ليه. مش عارف ايه السبب، يعني بتقول تعيد المباراة. ما فيش، الحاجة الوحيدة اللي تخلي المباراة تعاد هي لما يكون في خطأ تطبيق قانون، وده فعلا حصل مثلا في ماتش الأهلي والبنك الأهلي السنة اللي قبل اللي فاتت، او السنه اللي فاتت، البنك الاهلي السنه اللي فاتت، وكان الحكم نفسه هو امين عمر برضه. والهدف بعد هدف محمود وحيد، او لا كانت السنه اللي قبل اللي فاتت يعني. بعد هدف محمود وحيد الكرة الفار رجعه تاني في لقطة غريبة طبعا. الفار يرجع الحكم في كرة المفروض ما تدخلش فيها الفار، وقال لك ان الكرة اتحركت مكانها رغم ان التدخل خاطئ، ورغم ده مش دي خطأ في تطبيق قانون. لكن قال لك ساعتها ان لازم امين عمر نفسه يعترف يعني.
يعني هنا ما فيش اي حاجه. يمكن الناس الحاجات المؤثره كانت في المباراه كان الطرد اللي كان يستحقه حاتم سكر في نهايه المباراه نهايه الشوط الاولاني. اعتقد كل الناس اجمعوا على كده، لان رجل حاتم سكر كانت بتضغط على، يعني من فوق لتحت، يعني نازل من فوق لتحت وبتضغط على انكر الرجل او على وتر كيلس اللاعب المقاولين. فكان يستحق طرد مش مجرد انذار. لكن للاسف محمد عادل احتواء، احنا برضو بقيه العنوان ما استدعاهوش. الاستدعاء الاعجب بقى اللي كان في ضربه الجزاء. ضربه الجزاء الكره تسديده، لؤي وائل بيخرج من جوه ال 18، فالكره خبطت فيه. في اللايف حتى وانا بشوف الكوره قلت لما لقيت الزمالك بيعترضوا، قلت الكوره ما فيهاش اي حاجه، لان لؤي وائل بوشه، فحتى لو جت في ايديه فهيبقى ايديه جوه جسمه، ما فيهاش اي حاجه يعني. اتكملت اللعبه، وبعدين بعد كده محمد عادل ندى الحكم امين عمر. الحكم امين عمر اللي راح وشاف الكوره قال له ايده جوه جسمه يا كابتن، وكان مصمم على ايده جوه جسمه. فحتى واضح يعني، للاسف طبعا ما اعرفش ازاي بيتذاع الحوار دوت على التلفزيون، لكنه كان واضح من كلام امين عمر انه بيحاول يقنعه، بيقول له ايده جوه جسمه، حتى قال له ده ايده في جسمه. فبيرد عليه بيقول له هيحطها وراه ازاي؟ يعني هو منطقي كده، انا بمشي والكره متشاطه احط ايدي ورا ظهري ازاي؟ انا طالع فايده جوه جسمه. فطبعا مع الحق محمد عادل، واضح ان امين عمر زهق، يعني عمال يقول له ايده جوه جسمه، ايده جوه جسمه، والكره ما فيهاش حاجه. فمحمد عادل مصمم ان هو بيلم، قال له طب خلاص هات لي جوه ولا بره. فلما جاب له جوه ولا بره، قال له دي الغلطه الوحيده اللي وقع فيها امين عمر، لما قال له انا شايف ثلاث ارباع ايده بره والربع على الخط، انا مش مقتنع، انا مش مقتنع الكوره ما فيهاش حاجه. قلت له لا. هم طبعا مسكوا في حته الثلاث ارباع والربع، لان طبعا لو مجرد ملي يعني على الخط، ايده على الخط ملي، فالكره بتتحسب ضربه جزاء، لان الخط جزء من 18. فدي كانت الخطا الوحيد اللي عمله امين عمر، الكلمه اللي هي قالها دي. لكن هو عايز يخلص يعني من محمد عادل. يا عادل انا مش مقتنع، يعني هو بيقول له يا عادل ثلاث ارباع جوه، ثلاث ارباع يا عادل انا مش مقتنع، ومشي. طبعا يعني الغريب بقى ان احنا بنشوف يعني سمير عثمان هو قال ان الكره بتاعت صحتها بسكر تستحق الطرد، لكن قال لك الكره دي المفروض انها ضربه جزاء. وقال ان محمد عادل حاول يوري الكره لامين عمر واستدعى له وورى له افضل صوره وايده جوه، ايده على الخط، فالكره كانت تستحق ضربه جزاء. ودي خطا من امين عمر، ده خطا ارتكبه امين عمر. طبعا يعني احنا عارفين الكاميرا عشان تشوف الخط بالظبط لازم تكون الكاميرا عموديه فعلا على الخط، ما تبقاش جايه بجنب. فاي جنب مش هتبين لك الكوره على الخط، لازم تبقى يعني الكاميرا محطوطه على الخط بالظبط عشان تبين اللعيب فين. لكن بالعقل يعني اللي هو ربنا ميزنا بيه، واحد زي اي وائل هو طالع من 18 واتحرك برجليه اتنين بره ال 18 وخرج حوالي ياردة بره ال 18. ازاي انا واحد بخرج من جوه ال 18 من جوه لبره وبطلع ياردة بره وتبقى ايدي اللي هي جوه جسمي؟ ما حدش يقدر ينكر يعني ايده كلها جوه جسمه. سواء بقى ان هو شايف ان محمد عادل شافها انها كبرت جسمه، ما اعرفش ازاي ان هو حاطط ايديه كده، لكن هنمشي مع محمد عادل ان هو باعتبار انه المفروض جوه جسمه، ان الكره لو عدت تخبط في جسمه مش تمشي على طول، فهي جوه، لكن في الاخر هي جوه جسمه. هنا تعتبر انها طالعه بره جسمه، لان الكره لو عدت هتمشي على الجون مش هتخبط في جسمه. لكن ان وجود ايد اللاعب اللي هو وائل جوه جسمه ورجليه بره بيرضى، مستحيل ان يكون جسمه ده جوه ال 18، يعني يرضتين جوه او يرضى لورا. لانه الا اذا كان بقى هو فعلا لوفي بتاع وان بيس اللي كان بينط جسمه، يعني بقى ده الحاجه الوحيده اللي تخلي يبقى جسمه جوه ال 18 ورجليه بره ال 18 بيرضى، يعني لانه خصوصا ان هو واقف على رجليه ما هوش طاير. يعني افهم ان اللعيب بيبقى طاير مثلا عشان الكره بتتشاط فهو بيطير بيعمل دايفنج بيطير عشان ينقذ الكوره، ففي الوقت ده بيبقى نص جسمه جوه ونص جسمه بره، فتقول ان هو كان جاي من بره لجوه، فايده لمس ايده كانت جوه وطلعت بره. لكن هو واقف على رجليه فاكيد جسمه كله مرتكز على رجليه، فجسمه كله يعني عمودي على رجليه، فازاي يبقى وهو رجليه بره بيرضى تبقى جسمه جوه ال 18؟ فمنطقيا مستحيله يعني. دي اعتقد يعني التفسير المنطقي او التفسير بالعقل لضربه الجزاء بتاعه المقاولين. الكره ما فيهاش اي حاجه نهائي، يعني هي بدايه ان هي يعني هي بعيده كل البعد عن ضربه الجزاء.
في حين ان الناحيه الثانيه زي ما قلنا ان حاتم سكر المفروض يطرد، وفي نهايه المباراه الكورنر اللي جه منه الجول الكره نازله على ايد الزناري لا امير عمر بيعمل كده ان ما فيهاش حاجه، الكره ضربه جزاء، واللي معروف ان ضربه الجزاء ما فيهاش ان انت بتدي فرصه، ضربه الجزاء ما فيهاش فرصه، انت بتدي ما فيهاش، ما فيش استئناف لعب، ما فيش تدي فرصه ان اللاعب يجيب جول، ضربه الجزاء بتحسب على طول، فانه يشاور كده ما فيش. ولكن اراده ربنا طبعا الكره تخش لاحمد علاء لان هو يمكن كان المفروض يجيب جول قبلها بدقايق، القذيفه اللي شاطها من نص ملعب اللي جت في العارضه، فربنا كان معاه وكان رايد ان المباراه تخلص تعادل 1-1. طبعا يمكن برضه نسينا نقوله في وقت ضربة الجزاء، وده قالوا يمكن الدوكش في اليوم السابع، قال لك ان شيكابالا نفسه هو واقف بره مع اللعيبه ساعه الفار، وهو بيبص الفار قال كوره بره مش هتحسب ضربه جزاء، كوره بره. شيكابالا هو نفسه قال لك كوره بره. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله.